بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أعزائي متابعي قناة المالكية الإلكترونية، نرحب بكم في هذا اللقاء السريع إن شاء الله مع الرادود الأخ العزيز جعفر الدرازي. مرحبا بك أستاذ جعفر. حياكم الله، الله يسلمكم. أبو صادق، بس سؤال على السريع إن شاء الله. ندرك أن الوقت لديك ضيق، وددنا طبعا في البداية أن نسأل عن برنامجكم لشهر محرم في هذا العام. بسم الله الرحمن الرحيم. يسرني عبر هذه الشاشة أن أبعث خالص تحياتي إلى الإخوة القائمين على منتديات المالكية أو بوابة المالكية الإلكترونية إن صح التعبير. نعم، وأعظم لهم الأجر بمناسبة استشهاد الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. في البداية طبعا برنامجي مثل ما تشوفون إن من الحين بدأ يعني الصوت تعبان جدا. من ليلة الجمعة اللي طافت كان عندي في بوري ليلة الجمعة بمناسبة قدوم عاشوراء، وليلة الثاني محرم كان عندي بدار كوليب، وليلة ثالث في المعامر، وليلة رابع في حج عباس، وهاي الليلة في المالكية، ليلة الغد في الدراز، وبعدها سوف تكون لي رحلة إلى عمان بإذن الله، حيث سأشاركهم من ليلة 7 من المحرم حتى 11 من المحرم، وبعدها أرجع إلى الوطن بإذن الله، وسأشارك منطقة الصدد ليلة 13 من المحرم. ما شاء الله، برنامج طبعا حافل وبرنامج شامل تقريبا لكل أيام شهر محرم الحرام. أسأل الله أن أوفق وأن يكون صوتي يعني لا تنتابني أي شوائب أو أي شيء، بحيث أني أنا ما أواصل مسيرتي العزائية. طبعا احنا بدنا ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم إن شاء الله لما يحب ويرضى. أيضا سؤال آخر على السريع عن إصداركم، وهو الأخير طبعا، أنا أحببت أن تعطينا نبذة عنه. طبعا إصدارنا كان سجلناه في شهر أغسطس وسبتمبر، كان فترة سابقة، والحمد لله كانوا قائمين على هذا العمل الأخ صالح البكاي وعبد العزيز الرشيد، هم اللي عطوني البرنامج وما قصروا، وقفوا وياي وقفة إلى نهاية العمل، وبعده بدأوا في الإعلانات والبروشرات، يعني ما هدأ لهم البال حتى يظهروا هذا العمل بصورة طيبة وصحيحة، والحمد لله النتائج إيجابية للعمل، حيث يعني ردة فعل الآخرين والتجاوب معهم. التجاوب تقريبا يعني ما نقدر أي عمل يقام إلى المجتمع يعني دائما الكل راضي عنه، لا طبعا لا بد يكون نسبة مئوية، ولكن أنا أؤكد على أن هذا العمل من خلال اتصالات كثير من الشباب والرواديد وحتى تسجيلات عطوني انطباع
يعني أثنوا على العمل، وأنه بالرغم من إعادة هيكلة الألحان وإعادة بعض القصائد القديمة، هو كل القصائد عندي مضى منها زمن، ولكن هي الفكرة اسم الشريط هو على العهد. زين، اسم الشريط عادة منا مشتق من شريط على العهد، بمعنى أني على العهد باق إن شاء الله إلى أن ألحد، وأنا أصرخ أو ألهج بذكر الحسين وأهل بيت النبي محمد صلى الله عليه وآله. فعندي أرشيف ضخم من سنة 80 إلى يومنا هذا. فعندنا كثير من الشباب الشبان اللي توهم ظاهرين على الساحة، أعمارهم 14 15 16 17، هاي كلهم ما يدرون عن القصائد السابقة، إضافة إلى أن القصائد السابقة لو نطلع الناس على القصائد السابقة قالوا على أن القديم هو الأفضل. صحيح. لأن الحالي عصارة القديم طلع بلورة العمل البحراني، وبينت أصالته وقوته. ليش؟ لأن أيام التسعينيات ونهاية الثمانينيات فعلا انبثقت الألحان والطرق والأساليب كلها للشارع العام وإلى المناطق الخليجية وما وراء الخليجية، وبينت دور الألحان البحرانية على أنها فعلا هي الجديرة وهي من أفضل الطرق اللي تقدم للساحة. صحيح. وهذا طبعا ما كنا يعني عايشناه في فترة من فترات أعمارنا، خاصة في فترة المراهقة، كنا نطرب يعني أمام، وطبعا نلتذ أمام هذه القصائد الرائعة.